ما هي دي اصلا المعضله. انت اقول لك على حاجه، انت بتفضل ماشي 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 في حته ايه، انا هكسب ولا انت عايز اداء؟ انت عايز الاثنين، ما ينفعش. طيب انت هتيجي تتصدم مع منتخب مثلا كبير، انت لا هتعرف تطلع معاه بنتيجه، ولا تعرف تطلع ما معاه هو ده باداء، اللي صح ولا هيحصل، لا؟ ما هو ده اللي هيحصل، زي ما حصل مع كوبر. ما هو ده اللي هيحصل. اكتشفت ان انت ما عندك، بقالك مثلا 5 6 سنين مع كوبر، انت اصلا ما بتلعبش كوبر، ما انت هو بره الدنيا. ما هو ده اللي هيحصل. انت حسام حسن ده هيمشي من المنتخب ازاي؟ لما هيقابل منتخب كبير. هو يصعد كاس عالم ويلعب افريقيا، اه. حلو. اه. يا اما يصعدنا من الدور الاولاني بتاع المجموعات دوت وتقابل فرقه اول، لو انت صعدت تاني ولا صعدت اول، تقابل فرقه زي السنغال ولا زي الكاميرون ولا زي غانا ولا زي هوب، يقوم شايل نتيجه كبيره، يقول لك ايه، السلام عليكم وعليكم السلام. اه. يا اما ربنا يبقى معاه بقى، وزي ما بيعمل كده بينزل يسخن اللعيبه التلت ساعه الاولانيه، يلا اجري يلا افحط يلا اعمل، وربنا يكرم بقى بضربه جزاء بفاول. شغل الحنكشه اللي احنا بنعمله، احنا ما بنلعبش كوره، احنا ما بنلعبش اه. كوره، اه. مفيش جمله في الملعب، بس انت عندك نتيجه، عشان كده انت ساكت. لكن انت اول نتيجه المنتخب هيخسرها بنتيجه فرق ثلاثه، هيقول له حسام حسن مع السلامه. طب اقول لك على ليه حاجه. بقى؟ اه. انا ابو ريده مش عايزه، اه طبعا مش اتحاد عارف. الكوره كله ما بيحبش هنا ابو حسام. ريده عارف ان هو ما عندوش كوره اصلا. هو صدامي، ماشي. اه. هو جاي من حسام حسن من الاخر كده. هو قال لك انت بتصرف دولارات بره وتجيب ايه؟ مدربين مدربين. كاس. يا عم جيب حسام حسن وجرب. اه. ده اللي اتقال له، ده اللي اتقال لهم، ده اللي اتقال للمجلس لاهل بوريده. السابق. اه. وزير الشباب والرياضه قال له الكلمتين دول قولهم لابو ريده عشان نعمل واحد اتنين تلاته. طب نصرف فلوس على الفاضي، احنا ما بنعملش حاجه مم. بالفلوس دي. فاحنا لا، هات مدرب وطني يعمل نتيجه. بس مش حسام حسن. نجيب مين؟ مش علي حسام ماهر. حسن. علي ماهر عايز رايي، لو عايز رايي، اه طبعا. مش هيدرب عنده منتخبات، كوره. مش هيدرب عنده كوره. منتخب. المنتخبات ايمن الرمادي. ايه رايك في ايمن الرمادي؟ ايمن رمادي يعرف يدرب منتخب ليه؟ هيديهم تعليمتين قبل الماتش ينزلوا. ايمن رمادي النهارده كسبان بالبنك بتروجيت 3، بتروجيت اول ده ماتش ليه، منظم قوي. واول ماتش ليه. اه. هو مدرب يعرف يعمل من اي لعيبه، هنعمل جملتين حلوين. اه. وكسب مع الزمالك بطوله ليه؟ عمل منهم جملتين حلوين، هنعرف نمشي بيهم كوره. وماتشاته مع سيراميكا قبل كده قدام الاهلي لو تفتكر. ماتشات احلى عمل كوره ماتشات. اتلعبت قدام اهلي وزمالك في بطوله السوبر، كانت ايوه. سيراميكا احسن فرقه بتلعب كوره لا. في كل الفرق اللي راحت السوبر ده. طيب انا بقى ارضى ليه، ارضى ليه انا بقى، ده اللي انا بستغربه، انا ارضى ليه بمدير فني اول مثلا ما عندوش نتيجه كوره اول عشان نتيجه؟ اول نتيجه هتيجي وحشه مع حسام حسن هيقولوا مع السلامه. اسمع اللي بقول لك، هو ده اللي هيحصل، لان انت ما بتلعبش كوره. انت دلوقتي زي بقول لك، زي معضله اي مشجع كوره، انت عايز اداء ولا نتيجه؟ المفروض الاثنين. المفروض الاثنين، انت ما عندكش الاثنين دلوقتي، فايه اللي حاصل؟ النتيجه. فالنتيجه مسكتين، النتيجه كمل، النتيجه احنا في ظهرك. بس هتلاقي حد مبسوط وهو بيتفرج على ماتش منتخب مصر؟ استحاله. هتلاقي مدرجات فاضيه. احنا رجعنا لايام محمود الجوهري. محمود الجوهري كانت ايامه ما كده. هو نفس التكتيك، ما اه. هو ابنه، هو الله طالع من، يفتح عليك. هو طالع من تحتيه، فهو لكن متعود. مفيش حسن شحاته. مفيش حسن شحاته ليه؟ عشان مفيش لعيبه حسن شحاته. ده مبدئي، لان برضه حسن شحاته انا كنت مقتنع ان اللعيبه هي اللي بتلعب مش هو اللي بيلعب. يا راجل. انا مقتنع بكده بجد؟ مليون المية. حسن شحاته مدرب كبير، مدرب عبقري، وعنده كوره. وكسب من المقاولين ماتشات ما تتكسبش، وكسب وعمل مع الزمالك ماتشات حلوه جدا، وعمل مع منتخب مصر ماتشات حلوه جدا، وبيعرف يلعب فرق كبيره. بس انت 2010 ولولا جده كان زمالك باي باي. ماشي. صح ولا غلطان؟ صح. 2006 من غير الجمهور كان زمالك باي باي. طب اسالك سؤال، قول. هي تتحسب كده ولا تتحسب انت معاك لعيبه كبيره عملت بيهم ايه؟ يعني انا لو معايا لعيبه كبيره وفشلت، بص هقول لك على حاجه. جوزيه من غير ابو تريكه ومن غير بركات ومن غير حسن مصطفى ومن غير عماد النحاس ومن غير الحضري ومن غير اللعيبه الكبيره دي، هيقل ما شويه. كانش هيبقى جوزيه. هيقل ما كتير. كانش هيبقى جوزيه، كان آه. هيبقى زيه زي اي مدرب عادي. صح ولا غلطان؟ صح. معاك لعيبه، انت معاك كواليتي لعيبه ما جاش في تاريخ مصر كله تقريبا يعني. ماشي، اتجمعوا مع بعض، عملت توليفه حلوه. حسن شحاته خد بيهم كل اللي يقدر ياخده، الله يفتح عليك. وجوزيه خد بيهم كل اللي يقدر ياخده. هم مدربين كبار، يبقى بس هل جوزيه عمل حاجه من غير الاهلي، من غير اللعيبه دي؟ لا. لا. ليه بقى؟ اللعيبه هي كانت بالنسبه له، مش هقول لك 80%، يا عم كانت 60 وهو 40، بس كانت نسبتها اكبر من نسبته. تدريب، عمل افكار مجنونه في الكوره. مره واحده تلاقي وائل جمعه مهاجم، مره واحده تلاقي مثلا بيلعب مره واحده يجيب نادر السيد عشان يقعد يحتفل الحضري يفوقه. مدرب وكوتش كبير، بس اللعيبه عليها عامل. انا حسام حسن مدرب قليل ومعاه لعيبه كويسه، مع اول نتيجه هيقول له باي باي.
لان حسام حسن انا ما شفتوش ماتش في التدريب يقول لي مدرب كبير. يعني علي ماهر شفت له ماتشات، ايمن رمادي شفت له ماتشات، يا جدع طارق مصطفى شفت له ماتشات. طارق مصطفى ده لو جاي مسك المنتخب اتفرج على كوره. ايه الفكره ان هو مؤمن سليمان مؤمن سليمان عمل مع الزمالك كوره حلوه، راجل دماغه كلها كوره بصراحه، وبياخد دلوقتي بطولات بره في العراق وبيعمل كوره حلوه. انا كل فكرتي ان انت كمشجع انت يعتبر راضي بنسبه 70%، مش هقول لك 100%. 100% دي هتيجي لما نكسب ماتش 5-6 كده وبنلعب كوره، وتلعب منتخب كبير تكسبه 3 وتلعب منتخب تاني تكسبه 2 وهوبا تلاقي الدنيا ماشيه. مع حسام حسن عشان السيره دي اتفتحت ان هو اتعرض عليه لاعب البرازيل وما رضيش. حسام حسن اول ماتش كبير هيلعبه هيتكشف. هو مش عايز، وهو رفض، هو فضل يلعب نيجيريا، مش هيلاعب بص الذكاء منتخب كبير. هو عايز يفضل مدير الفني للمنتخب باي ثمن. هو يصعدك ويلعب امور اول ماتش بعد دور المجموعات. لو صعدنا من دور المجموعات هنقابل فرقه كبيره وهنكسب، ده توقع. بس انت المغرب ممكن تلطش فيها. حلو. انت لو لعبت المغرب هتشيل 6. لو لعبت السنغال مع ان السنغال اضعف من زمان، بس مش هضعف مننا، لعبتها كلها دلوقتي بتلعب في دوريات عربيه عشان فلوس ماشي، بس ستيل مش هضعف مننا. لعيبه كتير ومعاهم مدربين كبار. بس انت حسام حسن مش مديني امان خالص، مش مديني احساس اللي هو ايه، انا مش زي كيروش مثلا بيطلع 2 3 لعيبه. هو جاب خالد صبحي عشان خالد صبحي حلو مش وحش، وخالد صبحي حلو يخلي اي حد يقبل، بس ما يلعبش على حساب عبد المجيد يا محمد. بص هو مقتنع بلعيبه، هو مش مقتنع بلعيبه ثانيه. هو عايز يتقال عليه زي ما اتقال على كروش وعلى حسن شحاته قبل كده، وعلى بص ان هو مكتشف لعيبه. هقول لك على حاجه، امام عاشور لما يرجع يلعب، لو رجع المنتخب يعني مع حسام حسن مكانه موجود. هو كل اللي حصل في الكره المصريه بسبب ان امام عاشور اللي حصل في الاهلي والحصل في المنتخب بسبب ان امام عاشور مش موجود. انا معاك، بس هي الفكره برضه هيلعب فين؟ هيلعب في نص الملعب، ممكن يعدل الخطه عليه اصلا. بس باشا حسام حسن هيعمل كده؟ يلعب امام؟ ان انت تعالى وانت كنت معوج عليا وبتلسن عليا وبتلقح عليا، لا ما هي دي بقى اجيبك والعبك، لا ما هي ولا اعمل فيك زي ما بعمل في مصطفى محمد. هيعمل فيك زي ما عمل في مصطفى محمد. يبقى خلاص بلاها بقى ماشي. ما يبقى اللعيب من حقه يطلع يقول عليك مدرب قليل ويطلع يتريق عليك ويطلع يتكلم. خلي بالك محمود الجوهري كان دايما عنده مشكله مع النجوم. ايه هي؟ هو كان عايز يبان برضو انا النجم. طبعا انا النجم مش اللعيبه. طبعا عارف انت المعضله اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هو حسن شحاته اللي عملته اللعيبه ولا لا، هو كان عايز بيقفل دي من بدري. فانا مش هجيب حد نجم اصلا، يعني نجوم كتير مع حسام حسن عنده الحته دي بزياده. طبعا عنده الحته دي بزياده. بس انا نفسي هو ابوه، انا نفسي يسيب اللعيبه تلعب كوره. واحد زي زيزو ده ينزل اخر 10 دقايق ولا 5 دقايق. الراجل ده شال لك كوره من 18 وعمل لك اوفر وعمل لك حاجتين في الماتش، انقذك من جول كان داخل فيك، وعمل لك اوفر جون يصعدك كاس عالم. ده ليه يقعد جنبك لما تنزله من اول شوط تاني ويقلب الخط؟ انت خايف من ايه؟ ده كده عندك ماتشين هتكسبه صعدت كاس عالم. انت خايف ليه؟ انت اصلا ما بتخافش. انت ليه رايح بتلعب ب3-5-2 مع فريق تعبان زي ده؟ الفريق باين انه تعبان. انت ليه خايف؟ انا ده اللي بيضايقني. انا مش مقتنع بمدرب في اخر 10 سنين شفته بيلعب كوره ممتعه زي فايلر. طبعا. ليه بقى؟ طبعا انا نازل نتيجه واداء اللي هو مشجع الكوره بيتمناه. ده اخر مدرب انا شفته يعمل الحركه. انا زملكاوي وعارف ان دي احسن فتره الواحد شافها كوره. انت هتنزل انت كسبان كام ما تعرفش، بس واللعيبه كلها شده، لا واقف بقى عند يتقال المدرب ولا اللعيبه ولا لا كان بيدي اي حد على وشه ومشى وصفى لعيبه. يا شيف الكرامي يروح، سامع عاشور روح، ما اعرفش مين روح، عمر جمال مالكش مكان. انا عايز دول اللي هلعب بيهم وهتجمع لي عليهم 2 3 لعيبه كمان. رمضان صبحي قبله غير رمضان صبحي بعد. رمضان صبحي ما عملش كوره في حياته غير الفتره دي، وما عملش بعد كده على فكره. شفت رمضان صبحي كان بيقطع الكوره من نص الملعب سبرنت في الدقيقه 80 في الدقيقه 90 نفس اول الماتش كان بيلعب كوره. رمضان ما بيشوطش. فين رمضان بقى بيشوطوا بقى. فين رمضان مش ده حاجه تحزن؟ طبعا. الفلوس، لا انا ما احبش الفلوس اللي تضيع لعيب كوره ملهاش عايزه. هو انت دورت على فلوس كاي شاب كاي حد بفكر ان انا اامن مستقبلي بالفلوس. بس هل انت مش هو كان في الاهلي يعني ما كانش بيتعشى؟ هو ده بقى كان تمام برضه. شفت رمضان صبحي الاعلام بعد ما مشي من الاهلي؟ لا
شفت رمضان صبحي شعبيه بعد ما مشي من خلاص اتنسى. نتائج وبطولات وبتطلع في برامج وبتطلع والناس كلها تتمنى تشوفك في الشارع وي انت كل ده خسرته عشان الفلوس، مع انك في الاهلي كان زمانك بتاخد فلوس قريبه من الفلوس دي. ونجوميه فلعيب الصراحه ما محزنني ان هو عمل كده. زي لعيبه كتير قوي. رمضان صبحي ده لو فايق وفت مع زيزو جناح يمين وجناح شمال. وتريزيجيه ينزل برضه يلعب في قلب الملعب، امام عاشور ينزل يلعب في قلب الملعب. انت معاك لعيبه كتير. حسام حسن لو معاه كل ده مش هيلعب بيهم اصلا. مش هيلعب والله العظيم. انا رايي تقفل الفيديو على كلمه ان حسام حسن مع اول نتيجه كبيره هيتقال له باي باي، لانه كله ساكت دلوقتي بسبب ان هو بيكسب. ما خسرش. اول ما هيخسر هيتقال له مع السلامه.